شكرا يا استاذه سوسن. الاستاذ محمد. الو. ايوه يا استاذ محمد. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه دي انا ابني في المعهد الحسن الازهري. كويس سعادتك؟ ابنك فين؟ في المعهد الحسن الازهري. فين؟ في على طريق مدينه السلام. طيب. انا ابني محمد تعرض الى ولد صغير معاه في الفصل، قلعه البنطلون وعمل له فعل فاضح داخل الفصل يوم الاربع اللي فات. يوم الخميس رحت مشيخة الازهر اقابل شيخ الازهر احكي له الموضوع واعمل ايه فيه، محدش قابلني، محدش عايز يوصلني، كلهم اعمال كتابيه تحت ولا لا 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 لا. طب اطلع الشؤون القانونيه، لا 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 اللي عليهم في الازهر لا. كويس معليك؟ انت ابنك اغتصب في الفصل في المعهد الازهري؟ بالظبط كده يا باشا. وزمايله كانوا فين؟ في الفصل، والميس كانت في الفصل. الولد قلعه البنطلون وعمل له حاجات بلسانه من ورا بلسانه. لا 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 ما توصفش. ايوه مرتين. لا ما توصفش. اسمع ما اقول لك، ما توصفش المشاهد دي لان ده ما يصحش في التلفزيون. انما انت متاكد؟ انا محروق ومش عارف اعمل ايه في المعهد. طب ما انا هقول لك المدرسه كانت في الفصل؟ كانت في الفصل. وشافت اللي حصل؟ لا ما شافتش. محمد طلع قال لها حصل كذا 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 كذا، قالت له خش يا ولد وراحت شخطه فيه وخلاص على كده. يبقى ما كانتش في الفصل؟ في الفصل. كويس؟ احنا منهارين والبلد مش جايبه حقنا. لا الازهر جايب لي حقي، انا رحت الازهر يوم الخميس محدش قابلني لغايه النهارده. المحضر في اسم السلام معمول والشرطه جت معايا. ده انا طلبت النجده تيجي تتحقق من الواقعه داخل المدرسه. الراجل جايب لنا 40 نفر اخوان وسنيه وحديد وشوم حوالين المدرسه مش عايزين يدخلونا. الشرطه دخلت بالعافيه لما قلت له انا ماشي ما اخش. راجل مين؟ صاحب المدرسه الاستاذ اسامه ووالده. انا ما اعرفش غير الاسمين دول. المعهد في منتهى بوظان على مستوى مصر. انا والد الطفل. تمام يا معالي الباشا. الولد حصل معاه الموقف ده مرتين، مره الاسبوع اللي فات ومره الاربع اللي فات داخل الفصل. طب انت حصل فيه طب انت لما رحت القسم يا استاذ محمد، لما رحت القسم عملوا كشف على الولد؟ لا لسه عملوا لي محضر اداري وانتهى الموضوع وكشف كده. طب مع السلامه متفاوق مع الاسم، متوافق مع الاسم. الاسم بهدلني. الاسم مراقب من الساعه 8 الصبح متصل. طب انت معاك شهود من الولاد يقولوا ان ده حصل؟ يا باشا الشرطه دخلت جوه المدرسه لما انا قلت له هطلب النيابه الاداريه تحقق في الموضوع داخل الفصل. قال لي انت ما تخشش. قلت له ماشي انا مش جاي اتخانق، انا عايز الشرطه تخش تحقق في الموضوع داخل الفصل، لان انا مش هقدر اجيب الاطفال دي في النيابه ولا هعرف اجيبها في الاسم. لازم الشرطه تخش جوه. فعلا دخل مندوب الشرطه جوه ومعاه المحامي بتاعي وسلموا كل المدرسه علينا، ودخل جوه مندوب الشرطه وتحرى من الموضوع ومندوب الشرطه شاهد. انا حلفته بايمانات اللي انت شفته تيجي تحكيه. قال لي ماشي. قلت له محمد زي ابنك ارجوك عشان ما نخشش في مصايب مع الناس دي. وابنك عنده كام سنه يا محمد؟ ابني عنده 6 سنوات. يا خبر ابيض. فقول لي يا باشا انا اعمل ايه؟ الازهر مش جايب لي حقي. طلبت النهارده اقابل شيخ الازهر من الشؤون القانونيه للعرض عليه على الموضوع. لا يوجد مقابله شيخ الازهر. شيخ الازهر محظور محدش يشوفه ولا حد يعرض عليه مشكله معليك. يعني فهمني، انا راجل مصري عايز اعرف لما يكون عندي مشكله وعايز اوصلها لاعلى مستوى اوصلها لمين؟ ده شيخ الازهر وانت مديله ترخيص بذلك ان هو يدير مدرسه. من قيمه برضه في الترم الاولاني عيل راح كاسر القلم على الديسك وراح مدي لمحمد في وشه بالقلم، قال له تعالى معلمك في وشك عشان تفتكرني. هل ده اسلوب تربوي؟ رحنا للاستاذ في الترم الاولاني قال لك لا انا هفصل العيل، هعمل العيل، مفيش اي اجراء رسمي عمله، مفيش اي طيب يا محمد، هو انت بتقول دلوقتي ان ناظر المدرسه جاب ناس عشان تعتدي عليك؟ جاب ناس للحمايه لان الموضوع من يوم الاربع وهو عنده درايه بيه. رحت الخميس كلمت في التليفون. وانت كنت رايح معاك ناس؟
انا لا اقسم بالله لوحدي ومعايا محامي وفي وجود الشرطه. طلاق من بيتي اقسم بالله، انا رايح في وجود الشرطه ومعايش غير المحامي بتاعي الخاص بتاعي بس، لا معايا اخ ولا اي حد تاني يذكر. انا مندوب الشرطه لما جه ما لقانيش غير بطولي، لما قال لك ممنوع الراجل ده يدخل خوفا على الطلبه. طب خوفا على الطلبه وابني اللي اتعمل فيه كده، ابني انا اللي اتعمل فيه كده، هل يرضي ربنا يا باشا؟ والواد قال قدام مندوب الشرطه انا عملت، وولد تاني في الفصل قال محمد. طلعوا فوق تجمعوا الاطفال قدام مندوب الشرطه قال قلع محمد المنطلون وعمل فيه كذا كذا. يرضي ربنا؟ دي شريعه؟ ده معهد ازهري انا مدخله لابني عشان يطلع متفوق، يطلع راجل علمي عارف الدين. طيب يا استاذ محمد، احنا هنكلم حد مسؤول ونشوف ايه الحكايه دي ونتصل بيك تاني، هنتابع معاك هذه الحكايه المؤسفه. مش عارف ازاي عيل 6 سنين يغتصب عيل عنده 6 سنين برضه، يعني ازاي؟ خلاص كفايه تليفونات بقى.